السلام عليكم، ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ النهارده عملت بقى بسبوسه بالكريمه جميله ما شاء الله زي بتاع الحلواني بالظبط، وطعمها خطير. اول ما هتجربيها هتعتمديها على طول من جمالها ومن طعمتها، وهتعجب اولادك ان شاء الله. قبل ما نبدأ الفيديو مع بعض، لايك وشير لو عجبكم الفيديو. اول حاجه بقى انا عملنا الشربات الاول، نص كوبايه من السكر على كوبايه من الميه، ورفعتهم على النار، وبعد كده اول ما غلوا حطيت عصره ليمونه. بس كده. بعد ما استوى خالص حوالي عن 10 دقايق نزلته سبته يبرد تماما. بعد كده جبت طاسه على النار، نزلت ب3 معالق من الزيت او السمنه او الزبده، وكوبايه من الدقيق السميد، وبدات اللي انا احمرها بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، لحد ما تبقى تاخد اللون الذهبي كده. فضلت بقى كده اقلب بقى من الوقت للتاني لحد ما احمر معايا تماما. بقى معايا بقى بالشكل الجميل ده. بدأت بقى انزل بالكوباية بالشربات يعني اللي انا عملته في الاول وسبته يبرد. نزلت بيه واحدة واحدة كده، وننزل بيه كده عشان يشرب الشربات. وكوباية من الحليب برضو هنزل بيها، وهفضل اقلب لحد ما يشرب السوائل دي كلها خالص تماما، لحد ما يبقى خلاص ما عادش فيه اي سوائل. كده بقى خلاص، بقى جاهز معايا. هركنه على جنب لحد ما اعمل الكريمه بتاعتي. بعد كده جبت حله، نزلت بكوبايه من الحليب، نزلت بمعلقه ونص من النشا، ومعلقتين كبار من السكر، ونزلت برضو برشه من الفانيليا او نص معلقه صغيره من الفانيليا. كل ده على البارد. بعد كده ولعت عليه وقلبت بقى لحد ما بقى معايا كريمي بالشكل ده. كده بقى جاهز معايا. جبت صينية، نزلت بالبسبوسة بتاعتي الأول كده، وضغطت عليها كده وسويتها من كل النواحي علشان خاطر تبقى متماسكة معايا. هفضل كده أسوي فيها كده واضغط كده عشان خاطر تبقى متماسكة، على أساس اما اجي اقطعها تبقى متماسكة معايا. كده خلاص اتسوت من كل النواحي، وضغطت عليها حلو، وجبت بقى الكريمة وفضتها ودخلتها بقى التلاجة لحد ما الكريمة تماسكت خالص وبقت وحلوة. بعد كده بقى بتزوقيها بقى بأي حاجة عندك. بتحط لها فستق، بتحط لها سوداني، اي حاجة بقى بتحبي تزيني بيها زيني بيها، وقطعي بقى وقدمي بألف هنا وشفا. ما شاء الله يا جماعة، طريقة سهلة وبسيطة ما خدتش مني اي وقت ولا مجهود. طعمها رائع وهتعجب اولادك ان شاء الله. لايك وشير بقى لو عجبكم الفيديو.